السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمة صبري من قناتي انا يا خالتي في المطبخ. هنسمي الله ونصلي على الرسول. نبدأ ان شاء الله حلقتنا النهارده. هنعمل مع بعض النهارده كفتة اقتصادية سهلة جدا وبسيطة بربع كيلو لحم بس. هتعملي ما شاء الله الكمية دي كلها، وكمان بصوا بالاضافة لسه كمان بقيتها معانا اهي، سهلة جدا وبسيطة ما شاء الله. ربع كيلو لحمة عملنا الكمية دي كلها من غير بقى فول صويا، من غير برغل، من غير اي بطاطس بقى وعيش والكلام ده كله. لا، حاجه جدا 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 تحفه ومفيده جدا وموجوده في كل بيت واقتصاديه جدا. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا ايه النهارده. وكمان عملنا طريقه رز حلوه قوي قوي. بصوا، رز الافراح او العزومات، ايه رايكم؟ حلو قوي قوي قوي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، نبدا ان شاء الله حلقتنا النهارده. بصوا حبايبي، انا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، طبعا عليها نسبه من الدهون، تمام كده. ومعايا هنا عودين كده من البقدونس متخرطين، معايا هنا فصين من الثوم، وده بقى بصلايه. البصلايه حمرا ليه كده؟ اقول لك حمرا ليه. يعني جبت حته بنجر وضربتها معاها وصفيتهم، ومعاهم كمان قرن من الفلفل الاحمر، حامي بقى وبارد زي ما تحبي، علشان بقى ايه، يدينا لون حلو قوي للحمه. وكمان المكون اللي احنا هنضيفه على اللحمه ياخد نفس اللون الاحمر ده، اكنه قطع لحمه بالظبط. وكمان الفايده بتاعته، كلنا طبعا عارفين فايده البنجر كويس جدا. خلاص، لو مش متواجد معاكي ممكن تستبدليه بمعلقه كبيره من البابريكا. هضيفهم بقى كده بسم الله كده على اللحمه. وهضيف كمان معلقه كده من النشا، معلقه واحده كده بسم الله كده من النشا. وكمان حط كده نص معلقه من البيكنج باودر عشان يديني كده طراوه كده معانا في قلب اللحمه وما تكشش قوي زياده عن اللزوم. بحب بقى اضيف لها قوي البهارات دي، بتبقى حلوه جدا تحفه الحقيقه. معايا كيس اهو بسم الله، احط نصه لان ايه، الكميه عندي مش كبيره، وهدوقها. لو محتاجه تاني هضيف لها، ما مش محتاجه خلاص. طب انا لو مش متاح عندي التوابل دلوقتي نعمل ايه؟ التوابل اللي احنا حاطينها بتاعت ماجي دي، نجيب كده رشه كده بسم الله من جوز الطيب اهو بسم الله. احط كده رشه كده من كبيبه الصيني، رشه كده من الكزبره، حبهان ولوري، فلفل اسمر، رشه من الكاري، ورشه بسيطه من القرفه، ودي اختياريه. بصوا، رشه بسيطه جدا. ممكن تضيفي لها مكعب مرق الدجاج لو انت مش هتحطي الخلطه اللي احنا حطيناها بتاعه ماجي، لكن طالما انا حطيت خلاص فهكتفي، بيبقى فيها اصلا مرق الدجاج، تمام كده. وكمان الملح بتاعها مش هحط ملح علشان الخلطه بيبقى فيها ملح، انت مش هتحطي خلطه فضيفي عليها ملح عادي خالص. وهنضيف بقى بصوا معلقه كده من الطحينه. بصوا الطحينه دي انا عاملاها في البيت حلوه جدا تحفه. جربوا بس معلقه الطحينه دي كده على الكفته هتعجبكم جدا. هي ديت التركه؟ لا مش ديت، لسه في تركه هايله جدا هتعجبكم. بصوا بقى يا حبايبي، شايفين ده ايه؟ ده بليله اهو، قمح بليله، نقعته وسلقته زي ما انتم شايفين كده اهو. لو انت حتى عندك بليله وتفضل كده منها شويه، ممكن تصفيها من الميه بتاعتها وتاخدي منها ايه شويه حب كده. انا عملت ايه، جبت نص كوبايه كده او نص مج، نقعته وسلقته ما شاء الله. بص عمل كميه قد ايه. هعمل في ايه بقى دلوقتي واستوى؟ طب بصوا فشر معايا اهو وحجمه ده ضاعف، تمام. هعمل في ايه دلوقتي؟ هضربه في الكبه ضرب ناعم جدا. بصوا بقى يا حبايبي اهو، طحنتها الطحنه دي كده. بصوا اهي برضو حتت برضو عامله زي اللحمه بالظبط، او تكوني مثلا ضايفه لها برغل او فول صويا، تمام كده اهو. هتبصوا انا ما عملتش كمان الكميه كلها، انا عملت بس نصها. هدعك بقى المكونات دي كده كلها في قلب بعضها. بس معايا هنا كده بضايه هضيفها لها عشان يديني برضو ايه، هشاشين كده وطراوه كده طعمها حلو جدا. ادعك بقى المكونات دي كده كلها في قلب بعضها كويس جدا، او ممكن ترجعيها تاني في الكبه وتضربيهم كلهم مع بعض كده. حبايبي عملتها اهو. كمان شويه البليله اللي انا قلت لكم انا مش هعملها، لا عملتها. لقيت بقى ايه، اللحمه تستوعب كمان، اللي هي تاخد كمان. بصوا شايفين ما شاء الله جمالها. شفتوا بقى حته البنجر بقى خلت لونها حلو ازاي، وكمان الحتت بقى بتاعه الفلفل اللي انا ضربتها كده مع البنجر والبصل، شايفين شكلها تحفه ازاي. ونعمه ما شاء الله معايا اهي. بصوا اكنها لحمه بالظبط كلها اهي.
تمام كده. هحطها بقى في التلاجة شويه، او ممكن اسيبها 10 دقايق في الفريزر عشان برضو تشد كده وتمسك نفسها كويس، عشان اقدر اصبعها براحتي. هنعمل بقى ان شاء الله كده شويه رز حلوين قوي، اكنك كده عامله رز بسمتي، بس هو طبعا بسمتي كداب يعني، او رز العزومات او رز الافراح، حلو قوي قوي. معانا هنا حله، وحط كده معلقه كده حلوه من الزبده او السمنه، بسم الله، شويه من الزيت، بسم الله. معايا بقى كده ايه كوبايتين من لسان العصفور، بصوا اهو، عايزه اوريكم كده ايه حبه اهو لسان عصفور، ادي كده كوبايه بسم الله، وادي التانية بسم الله، وكوبايتين شعريه اهو التانية بسم الله. نقلب بقى كده، اي مقياس للكوبايات عادي عندك يعني، مش لازم معيار معين، تمام اهو بسم الله. نديهم بقى كده ايه تحميره بقى حلوه، فعشان كمان تبقى ناشفه كده معايا وما تسحش كده معايا في التسويه وتاخد لون موحد، نحط لها كده رشه من الملح. بصوا اخدت لون دهبي فاتح اهو، حلو اهو، شايفين؟ وايديا فيها كده على طول، تمام كده. مجهزه بقى ايه معايا هنا كوبايتين من الرز، غسلاهم ومصفياهم بسم الله. هو المفروض يبقى الرز كوبايه واحده بس، او كوبايه ونص بالكتير، لان الرز انا بس عشان اسخن، المفروض وزن الرز يبقى اقل شويه من الشعريه واللسان عصفور، بس مش مشكله، انا حابه اعمل كله يبقى قد بعض اهو، يعني مش هينقص من الوصفه حاجه ولا الكلام ده، شايفين؟ انا مش هدي بقى الرز لون، انا بس اخليه كده يتشمع وينشف كده من الميه اللي فيه، ويتغلف كويس بالماده الدهنيه بتاعتنا، ويسخن كويس جدا، لكن مش هياخد لون اهو. هضيف له بقى ايه واحده كده من اللومي، واحده من القرفه بسم الله، ومعايا كده اسمه ايه، حبهان فتحاه كده علشان ينزل بقى ايه طعمه كده والنكهه بتاعته بسم الله. طبعا لو مفيش توابل حصى عندك مطحون عادي، بس قللي شويه في الكميه لو هتحطي مطحون. ونحط كده رشه من الفلفل الاسمر، ومعايا كده ورقتين من الورق اللوري، ونقلب برضو المكونات بتاعتنا كده كلها مع بعضها كويس جدا. هتسقيه بقى بشوربه، خلاص ما تضيفيش مرق الدجاج، هتسقيه بميه عاديه، حطي له مكعب مرق الدجاج عشان تنكه معاكي وتدي طعم معاكي حلو. وبحب بقى احط له كده بصوا رشه بسيطه كده من السكر، بيديله طعم حلو ويفتح معاكي كده الرز، بيبقى حلو جدا، رشه بسيطه خالص على طرف المعلقه كده بقى يا حبايبي. شوحنا الرز كويس جدا، وزي ما قلت لكم بقى تسقوه بقى شوربه او ميه اي حاجه، انا معايا هنا شويه شوربه بسم الله. اظبط بقى الملح بقى بتاعي بسم الله، وزي ما قلت لكم لو هتحطوا ميه تسقوه بميه، حطوا له مكعب مرق كده تمام قوي، والميه بتاعته كده مظبوطه، هخليه بقى يستوي براحته خالص، واوطي بقى بعد ما يغلي ويتشرب، اوطي النار عليه واخليه يستوي تسويه عاديه خالص لاي نوع رز. نكمل بقى يلا بقيه حلقتنا. طلعت بقى كده يا حبايبي اللحمه من التلاجة اهي، قعدت يعني حوالي 10 دقايق كده، وهنا معايا بقى الميه بتاعه البصل اللي انا صفيتها، وحته البنجر بقى والفلفل صفيتهم كويس، ودي الميه اللي طلعت منهم، هستعملها بقى معايا هنا كده في التصبيع. ممكن نصبعها عادي كده مفيش اي مشكله من غير عصايه او اي حاجه، وممكن لو عندك عصايه زي كده بدلي كده ايه ايدي كده من الميه بسم الله، واخد كده قطعه كده من اللحمه، بصوا ما شاء الله متماسكه اهي وزي الفل، تمام. هنسمي الله بقى كده واصبعها عادي خالص، او لو عندك عصيان شيش طاووق ممكن تصبعي عليها، ممكن تعمليها من غير اي حاجه خالص اهي. نقفل بس كده ايه من تحت كده، بصوا ولا بتقع ولا فيها اي حاجه اهي. معايا هنا بقى الطبق اهي شايفين، واحطها معايا في الطبق. هعمل بقى ان شاء الله الكميه بتاعتي كده بنفس الشكل، ادهن ايدي كده من الصوص بتاعنا ده، بصوا ما شاء الله بيخلي لون الصباع احمر وحلو ازاي، اللهم بارك اهو، بصوا ولا بتقع من على السيخ ولا اي حاجه اهي،
تمام كده، تمام قوي كده. يلا بينا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. اهي اعمل لكم واحده كمان برضو من غير عصايه، صبعوها عادي خالص كده على ايديكم وتستخدميها عادي خالص. شايفين ما شاء الله زي الفل. معايا بقى يا حبايبي هنا طاسه، حطيت كده فيها معلقه كده من الزيت او اي ماده دهنيه انت حباها، هتسخن معايا. طبعا الكفته دي ممكن تتعمل على الفحم في الفرن على الطاسه زي ما تحبي. بسم الله، انزل بقى كده بيها والزيت سخن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي ابتدت بقى تمسك نفسها اهي. انا مخليه النار تحتيها وسط. بصوا ابتدت تحمر اهي. هقربها لكم كده شويه. شايفين؟ عايزه اقول لكم ريحتها رهيبه ما شاء الله. بصوا حبايبي قلبتها اهو. شايفين اهو؟ كل شويه بقلبها كده وتاخد لون من الجهه التانيه. هخلص بقى ان شاء الله الكميه بنفس الشكل كده وارجع لكم تاني. زي ما قلت لكم ممكن ندخلها الفرن او ممكن نعملها على الشوايه. وكمان على فكره ممكن تضيفي لها لو حابه، لو عندك صويا صوص لا فول صويا، ممكن تضيفي لها شويه برده مع التركيه اللي احنا عملناها مع بعض اللي هي الغله بتاعه البليله، برده هتديكي برده نتيجه برده حلوه. كده يا حبايبي بقى حمرتها كلها ومجهزه بقى معايا هنا ايه. بسم الله كده حته فحمه احط لها بقى ايه شويه كده من الزيت واغطيها تاخد ريحه الفحم اهو. بصوا حبايبي كده الكفته بتاعتي اهي جهزت، والرز كمان عايزه اقول لكم بس ايه اقرب لكم كده الرز. بصوا شايفين ما شاء الله الحبه بحبتها ما شاء الله. وادي الكفته معانا اهي تحفه. بس يعني الاضاءه كمان والله مش مبينه جمالها، حلوه جدا ريحتها تحفه تجنن. ريحه الرز هايل، جربوه هيعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم ممكن تسويها في الفرن تبقى حلوه جدا، ممكن تسويها في الطاسه تبقى حلوه جدا برده بامر الله. طريقه الرز دي حلوه قوي قوي في العزومات. ويا سلام بقى لو قطعتي بقى كده عليها شويه كبد او قوانص برده تبقى طعمه جدا، يبقى طبق برده رئيسي معاكي في قلب السفره بتاعتك او في قلب العزومه. وادي بصي ما شاء الله الكميه الكفته قد ايه. ده كمان لسه كمان بصوا اللي معايا هنا لسه في الطاسه اهي. شايفين ما شاء الله ده كله من ربع كيلو بس من الكفته او من اللحمه. شايفين حلو قوي، جربوها هتعجبكم جدا. بصوا قلبها من جوه يجنن، سهله جدا وبسيطه واقتصاديه والطعم لا يقاوم. ان شاء الله هتعجبك، جربيها واستنى ان شاء الله تعليقاتكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.